الزمالك انت لو بتلعبهم بفريق تحكيم من اثيوبيا هتكسبهم عادي. انا بس استنيت لحد الساعه 9:30 عشان الماتش يبدا، وبعدها هسأل سؤال واحد بس وعايز رد. ايه لازمه البيان اللي نزل؟ لازمه البيان اللي نزل يخلي ان انت ما ينفعش ترجع في كلامك عشان ما يتقالش عليك حنفي ويبقى شكلك وحش قدام الدنيا كلها. تمام؟ ايه لازمه البيان ان هو ينزل النهارده الصبح؟ ليه ما دام انت مقدم خطابات وعمال بتنادي بحكام اجانب، ليه مش من يومين زي ما انت بعت الخطاب تنزل بيان كده زي ما فضحت الفرقه اللي هي ما بعتتش مستحقات اليو ديانج دي؟ ليه ما نزلتش ان انت طالبت اتحاد الكوره بانهم يجيبوا حكام اجانب؟ قول لي ليه. تمام؟ ليه انت بطيء؟ ليه تستنى يتقال لك اصل الرد اترد عليك امبارح؟ تمام؟ طب لما اترد عليك امبارح ما نزلتش البيان من امبارح ليه؟ طب ما هم يقدروا يتصرفوا في، يعني معلش، يقدروا يتصرفوا في حكام من السعوديه ولا من ليبيا في 24 ساعه، انما في يوميها العصر هل هيعرفوا يجيبوا حكام؟ هيجيبوا لك حكام منين؟ يعني مين اجراءات سفره بتخلص في نص ساعه؟ مين؟ فايه لازمه القرار اللي يخليك شكلك وحش؟ هو يعني معلش، احنا اتعودنا من الحركات دي من الزمالك، من مرتضى منصور. انت عايز تاخد زيزو وتاخد حركات مرتضى منصور ولا انت عايز ايه؟ لو الدوري موجه لبيراميدز هتشوف لقطه زي لقطه فخر الدين بن يوسف بتاعت المصري قصاد الاهلي؟ لو الدوري موجه لبيراميدز هتشوف ان كرة احمد توفيق هتتحسب طرد عادي؟ طب اشمعنى في ماتش بيراميدز ما قلتش عايز حكام اجانب وتحكم بحكم مصري عادي؟ اشمعنى؟ ده بيراميدز مأثر عليك اكتر. الزمالك انت لو بتلعبهم بفريق تحكيم من اثيوبيا هتكسبهم عادي. لسه لاعبين ماتش من 3 ايام قصاد مودرن فيوتشر، لاعبين 120 دقيقه قصاد مودرن فيوتشر، مش عارفين يكسبوهم غير بتروع الروح. انت متخيل؟ فانت خايف من ايه؟ انت ايه اللي مش عاجبك؟ ولا ان النص عين امه زعل عشان ما امه مش عايزه تجيب له الحلويات اللي هو عايزها؟ انا مش فاهم.